في حاجة شبه مستحيلة بتحصل دلوقتي من منتخب مصر في كأس العالم. أيوه أنت سمعت صح، في كأس عالم بيتلعب دلوقتي وأنت مش دريان ومش واخد بالك ومش عارف أصلًا. منتخب مصر تحت ال20 سنة بيلعب دلوقتي في كأس العالم ولعب ماتشين، خسر الماتشين ونخرج طبعًا حصلت المجموعة والأداء المشرف والكلام اللي أنت عارفه ده. حتى لو أنت مش مصري اسمع وركز معايا في اللي هاقوله لك ده عشان اللي حصل ده حرفيًا شبه مستحيل. زي ما أنت شايف كده يا قلب أخوك نيوزيلندا كانت في المركز الثالث ومنتخب مصر في المركز الرابع. نسبة تأهلك هي أقل من 1% حرفيًا. إزاي تتأهل بقى؟ اسمع معايا، تتأهل لو نيوزيلندا خسرت من ماتش اللي هي بتلعبه اللي هو قدام اليابان فرق اكتر من 2. طبعا الماتشين بيتلعبوا في نفس الوقت عشان تخسر نيوزيلندا 3-0 بس كده. لا والله مش بس، ولازم انت كمان تكسب. تكسب مين بقى؟ تكسب تشيلي. طب ايه المشكله في كده؟ تشيلي دي اللي بيتلعب على ارضها البطوله اصلا بقى، يعني كاس العالم بيتلعب هناك، يعني المجاملات ويعني جات لك ضربه جزاء ما اتحسبتش ويعني عشان يخش المنتخب المصري خسران 1-0 وخلاص بنسبه 1000% المنتخب المصري بره كاس العالم والموضوع انتهى. خلاص كده خرجنا من كاس العالم. لا ازاي؟ لازم السيناريوهات يا حبيبي ما نبقاش منتخب مصر عشان يجي مدرب منتخب مصر اسامه نبيه واسمع السيناريو الأرض. يعمل تبديله سحريه بنزول عمر خضر، وركز مع عمر خضر كويس لان هو بطل الليله النهارده. ينزل يرفع كورنر تخش بيه جول ويعمل اسيست للهدف التعادل. لحد دلوقتي نيوزيلندا خسرانه فرق 3 من اليابان، ومصر لسه متعادله 1-1 والدقيقه 97 اخر ثانيه من المباراه يجي فاول لمنتخب مصر من منطقه قريبه من ال 18. لا والله السيناريو والعظمه والجمال لسه ما خلصش عشان كلنا نتفاجئ ان في لاعب اسمه محمد عبد الله هيخش يلعب الفاول. ايه اللي يحصل بقى؟ عمر خضر يروح يقول له لا انا اللي عايز العب الفاول ده، انا منفذ الركلات الثابته، انا اللي برفع الكورنرات وانا اللي بشوط الفاولات. عشان يحصل خناقه ما بين محمد عبد الله وعمر خضر ويبقى شكلهم وحش جدا وشكلنا احنا كمان وحش جدا، وخلاص الفاول هيتلعب والمنتخب المصري متعادل وهنبقى خرجنا من كاس العالم وبرضه خارجين بشكل وحش وخناقه بين اللعيبه وقصص حزينه. هنا يجي دور المدرب انه يقول لمحمد عبد الله اديله فرصته، هو منفذ الركلات الثابته وادى الفرصه وادى الثقه لعمر خضر عشان يخش عمر يحط اللوحه فنيه يتفرج عليها حارس المرمى زي ما انا وانت بنتفرج عليها دلوقتي. دقيقه 95 منتخب مصر خارج كاس العالم بنسبه 1000%. الدقيقه 97 منتخب مصر ثالث المجموعه وفي احتماليه ان هو يتاهل احسن توالي. معرفش ليه دخلت اتفرجت على الماتش ده من اول دقيقه في الماتش وكنت حقيقي مستمتع. اول ما الشباب حسوا ان هم خلاص هيخرجوا وهيبقى شكلهم وحش بداوا يلعبوا كرجاله ولعبوا كره حلوه. اتمنى ان شاء الله لو لينا نصيب نكمل نشوف نفس المستوى ده، يا ريت قصه تتعمل فيلم والله.